بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي أعضاء ومشجعي الملكي العظيم، دمتم بخير. وقبل ما نبدأ أي حاجة صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاكرين هتاف هدى يا هدى بنحبك يا هدى اللي طلع كتاب الدين مش شنطة دلوقتي؟ الاسم الله كلها اتشتمت بكل الألفاظ من أول النكسة لحد كل شيء، ومستمعين صوت حد، حتى الزملكاوية الكيوت اللي شغالين مع جمال جبر اللي بيدهنوهم أبيض. الزمالك الزمالك نجح في رفع القيد ومستني موعد الإعلان المباشر. تم تسوية مستحقات لاعبي وأندية الزمالك المتعاقد معاهم. إمام عاشور قولا واحدا مش مكمل في الأهلي، والأهلي مش هيقعد مع آدم وطني وأي كلام عن تجديد أو تمديد أو الوصول إلى اتفاق مع إمام عاشور غير صحيح بالمرة. الزمالك عمل تسوية المستحقات اللعيبة الأجانب، خلاص فاضل بس إبراهيم نضاي، وعمل تسوية كمان مع أندية اللعيبة اللي اتعاقد معاها الموسم الحالي. نكسب كايزر وسيراميكا إن شاء الله. والأسبوع الجاي داخلين عليه أو اللي بعده سيتم صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة وينتهي هذا الصداع للأبد. من الوارد أن يتم الإعلان عن الأرض البديلة وتوقيع العقود، ومن الوارد أيضا الإعلان عن شركة الكورة. أول ماتش لشركة الكورة، الزمالك ياخد فلوس على الأرض البديلة وعلى شركة الكورة. الزمالك رفض العرض الإماراتي، وفي عرض من ليبيا ب900 ألف دولار. لسه بيدرسوا الأمر، بس المعلومة المؤكدة اللي عندي إن المدرسة البرتغالية أقرب للعودة من جديد للزمالك. الإدارة تفضل المدربين البرتغال. الصفقات اللي هتمسك شركة الكورة، طب مواضيع أسماء لعيبة بعينها. لماذا تنجح شركة كرة القدم عالميا ومتوقع فشلها في مصر؟ شركات كرة القدم ليست فكرة جديدة وقد أثبتت نجاحها في دول كثيرة، لكن السؤال الحقيقي ليس هل الفكرة جيدة، بل هل تطبق بنفس الشروط؟ والإجابة ببساطة لا. لماذا نجحت شركات الكورة خارج مصر؟ في التجارب الناجحة شركات الكورة لا تدار فقط لصالح المالك أو المستثمر، بل تدار داخل منظومة توازن واضحة بين ثلاث أطراف: المالك والإدارة والجمهور. الجمهور هنا ليس متفرجا فقط، بل يمتلك صفقة قانونية، عضو مساهم صاحب حق تصويت، قادر على المحاسبة، وبالتالي أي قرار إداري قد يحقق ربحا ماليا لكنه يضر بالمشروع القروي أو الهواية يواجه رفضا مؤسسيا. الإدارة تخشى الخطأ ليس خوفا من الهتاف، بل خوف من فقدان الثقة والموقع. لماذا متوقع فشل التجربة في مصر؟ شركات الكرة تنشأ بشكل غير مكتمل، لا جمعية عمومية حقيقية، لا جمهور شريك، لا حق تصويت، لا مساءلة. الملك وحده يقرر والإدارة تعمل لصالحه فقط. الجمهور غاضب حاضر عدديا لكنه غاضب قانونيا، والنتيجة المتوقعة قرارات بلا رقابة، أخطاء بلا محاسبة، نجاح مالي مؤقت إن وجد، وفشل كروي وجماهيري على المدى المتوسط. مثال واضح: بروسيا دورتموند لم ينجح لأنه أغنى، بل لأنه طبق معادلة التوازن. شركة الكرة تعمل بشكل احترافي، مستثمرون يربحون، وجزء من الملكية في يد الجمهور النادي نفسه. هذا الجمهور يملك أسهما له حق التصويت، يحضر الجمعيات العمومية. لذلك الإدارة هناك لا تستطيع الانفراد بالقرار ولا التضحية بالهوية تحت شعار الاستثمار. الاستنتاج المنطقي: شركة الكرة تنجح عندما يسمح للجمهور أن يكون شريكا، وتفشل عندما يقصى الجمهور تماما من الملكية والمساءلة. لسنا إمام
فشل الفكرة بل أمام نقص في التطبيق. الحلول المقترحة تصوير مصري قابل للنقاش. إذا أردنا نجاح شركات الكرة في مصر فالحل ليس في إلغائها بل في استكمالها قانونيا. السماح أو إلزام شركات الكرة بتخصيص نسبة من الملكية للجمهور مثلا في حدود 40%، ليس كأسهم بورصة معقدة بل كعضوية جماهيرية استثمارية تمنح المشجع حق التصويت، حق المحاسبة وتمثيل داخل شركة الكرة. لماذا نطالب بتعديل القوانين؟ لأن القوانين الحالية تسمح بشركات بلا جمهور وتنتج كيانات بلا توازن، والتجربة أثبت أن شركة الكرة بلا جمهور شريك هي شركة متوقع فشلها مهما كان حجم الاستثمار. الخلاصة: نجاح شركات الكرة عالميا لم يكن صدفة، وفشلها المتوقع في مصر ليس تشاؤما بل قراءة منطقية للفروق. الاستثمار يحتاج ربح، الكرة تحتاج جمهور، والقانون هو ما يحقق التوازن بينهم. وده طرح للنقاش قبل ما يتحول الفشل من توقع إلى واقع. المجلس هيتحل قريبا. شيكو بنزا طار. أرض أكتوبر هترجع بإذن الله بحكم محكمة، والقيد اعتبره انفتح. معتمد جمال هيبقى رئيس قطاع الناشئين. شركة الكرة هتيجي بنظام إدارة منفصلة بعيدا عن النادي، وشركة الكرة هيبقى فيها أسهم في البورصة كمان عشان الاستثمار وكده. ما أنا بقول لك أهو الزمالك هيبدأ التنفيذ. خبر عاجل من الزمالك: مصدر مسؤول يكشف سبب غياب محمد عواد عن تدريبات الفريق. الحارس تقدم بتظلم عن عقوبته لكنه رفض التحقيق مما أدى لاستمراره خارج المعسكر في الإسماعيلية. عشان برضو تبقى عارف، محمد عواد تطور بألفاظ ما ينفعش إنها تتقال على الكابتن معتمد جمال، وفضل استبعاد حارس المرمى محمد عواد عن المباراة اللي هو رفض برضو أن يتحقق معاه. لذلك محمد عواد يتنازل عن 10 ملايين لأنه عارف إنه عامل كارثة. شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق ترافولتا. بدايتي الكروية كانت في الزمالك، ومسؤول النادي قالوا لي أنت ما بتعرفش تلعب. أيمن أمير عبد العزيز موهبة من مواهب قطاع ناشئين الزمالك، قدم مستوى كويس جدا في ظهوره الأول مع فريق الزمالك. أيمن مسجل في موسمين مع فريق الناشئين 41 جول، ما شاء الله عليه، ماكينة أهداف. بإذن الله يكون له دور كبير في الفترة المقبلة مع النادي. أخيرا شفنا لاعب من الزمالك بيعمل إعلان. ناصر منسي أصبح سفير أحد الشركات الكبرى لصيانة السيارات في مصر. تستاهل والله يا ناصر، لكل مجتهد نصيب يا حبيبي. خبر: بعد تلقي عرض رسمي لتدريب أحد الأندية القمة في الدوري الجزائري، حسام البدري يقرر البقاء مع أهلي طرابلس وعدم النظر لأي عروض في الوقت الحالي. أحمد سليمان الترشح لرئاسة الزمالك. الزمالك عمل لي كتير، وديه كل حاجة وبروحي ودمي. خاص: يجتمع حسين لبيب مع جون إدوار عقب مواجهة كايزر تشيفز الحاسمة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك من أجل مناقشة بعض الملفات التي تخص الفريق الأول وقطاع الناشئين. وسيتم أيضا مناقشة عقد معتمد جمال الجديد مع الفريق، والذي يستمر موجبه حتى نهاية الموسم. وسيتم أيضا مناقشة طلب معتمد جمال في التعديل بالجهاز الفني للفريق، كما سيتم مناقشة تعديل عقود بعض اللاعبين الشباب الذي تم قيدهم في القائمة الأفريقية. فلوس صفقة دونجا هتدخل الأسبوع ده إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله تصرف للمستحقات المتأخرة، إلا اللهم لو المجلس الإدارة برضه صرفها في الألعاب الأخرى. من يدير لجنة المسابقات داخل الرابطة هو ثروت سويلم. طب ليه؟ لأن طه عزت من ساعة ما كان هو بيتخصم من النادي الأهلي 6 نقاط في وقت انسحابه، وكان ضد رغبة أحمد دياب بخصم 6 نقاط من النادي الأهلي، بقى بدون صلاحيات وتعاقد مع نادي في الدوري الإماراتي وبقى المدير التنفيذي للنادي الإماراتي. طب ده المفاجأة بقى إن الأخ ثروت سويرم مصر إنه هو يرجع
الحاج عامر حسين عشان يمسك لجنة المسابقات مرة أخرى. أنت رأيك إيه يا زملكاوي؟ مصدر داخل نادي الزمالك بيصرح لنا بتصريحات خاصة إن كل ما يتم تداوله عن شيكو بنزا وإنه هو عمل تصرف غير أخلاقي غير صحيح. كل المشكلة إنه هو بيتخانق أثناء التدريبات مع آدم كايد اللاعب فنادي الزمالك هو يوقع عقوبة على شيكو بنزا. أيضا تصريحات خاصة من مصدر داخل نادي الزمالك لينا قال إن الكابتن عبد الناصر محمد بيلعب دور قوي جدا داخل نادي الزمالك ووقع عقوبات سرية وغير معلنة على اللاعبين المتجاوزين. أيضا تصريحات واستكمال لتصريحات لمصدر داخل نادي الزمالك. الزمالك لينا تصريحات خاصة إن اللاعب أحمد حمدي تم الجلوس معه عشان يتم التجديد له، ولكن اللاعب طلب 15 مليون جنيه عشان يتم التجديد له، وده أمر مبالغ فيه ومرتفع جدا بالنسبة لسقف التعاقدات والرواتب اللاعبين داخل نادي الزمالك. نفس تذاكر جمهور الزمالك في رقم قياسي في مدة لا تتجاوز ال10 دقائق بمجرد نزولها وفتح السيستم تم نفاذ التذاكر مخصصة لجمهور نادي الزمالك في مباراة كايزر تشيفز. وكل التوفيق. طبعا كلنا عارفين مين ده، مدرب الزمالك المجنون أوسوريو. لقطة غريبة حصلت امبارح في الدوري البرازيلي، الكاميرا جابته وهو بياكل مصاصة. الصورة انتشرت جدا في أمريكا الجنوبية والصورة متداولة جدا. هو حاليا بيدرب فريق ريمو اللي صعد من الدرجة التانية البرازيلية، وكان بيلعب أتلتيكو مينيرو في ملعبهم، وعمل ماتش حلو أوي وتعادل 3-3. بعيدا عن لقطة المصاصة الغريبة، ده شكله كان بيعلي الدماغ ولا إيه؟ خليل البلوشي معلقا على مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا بعد غدا في 6 مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة بين سبورت 2. ممدوح عباس يطالب بمساواة الزمالك مع الأهلي في نسبة عدد الحضور قياسيا إلى السعة الرسمية في استاد القاهرة وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية. مدرب بيراميدز بورشيتش ينتهي تعاقده مع بيراميدز بنهاية الموسم، ورغب الأهلي في التعاقد معه بنهاية الموسم وبدأ جس النبض. عمرو ناصر لاعب الزمالك بيعاني من تمزق في الخلفية وهيغيب لمدة شهر. آدم كايد يرغب في برنامج تأهيلي مكثف للعودة بأقل من شهر. الجفاري على ذمة الزمالك والنادي هو الذي يدفع له راتبه، وسيتم عودته للقائمة بمجرد رفع إيقاف القيد، وأيضا سيتم تسويقه. زيزو أكتر واحد واخد من لاعبي الأهلي في الظهور مع رامز جلال 50,000 دولار. الباقي واخد أرقام قليلة، وده سبب عدم ظهور إمام عاشور. معتمد جمال زعلان من أحمد حمدي. في لعيبة هتتباع بمبالغ كويسة. بالمناسبة في معلومة كانت معايا من شهر 8 بالنسبة لإبراهيم عادل، لو راح الأهلي هيكون بديلا لزيزو. رابطة الأندية تجاهلت سباب جماهير الأهلي لمدينة الإسماعيلية في مباراتهم ضد الإسماعيلي، ولم توقع أي عقوبة، وهي تعود المرة الرابعة واللائحة بتقول منع حضور الجمهور المباراة التالية. الطريف إن الإعلام لم يتناول الموضوع، ولا إعلام الزمالك ولا الواقعة معكوسة. وجمهور الزمالك في موقع الاتهام كان إعلام الأهلي قلب الدنيا في قناتهم وقنوات اللي واقفين على مسافة واحدة. رابطة الأندية المصرية تعلن عقوبات باقي مباراة الجولة 12 و14 في الدوري المصري. أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات المباراة المؤجلة من الجولة 12 والجولة 14، وذلك طبقا للائحة المسابقات في دوري نايل ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025 2026. وجاءت العقوبات على النحو التالي: المباراة المؤجلة من الجولة 12 مباراة إنبي وبيراميدز، إيقاف الليثي مختار علي محمود مدير شؤون اللاعبين لفريق إنبي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة. إيقاف أحمد عصام إسماعيل محمود محلل أداء فريق إنبي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.
إيقاف أحمد عاطف السيد محمد لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك للطرد الحصول على إنذارين في نفس المباراة المؤجلة من الجولة 14 مباراة الأهلي والإسماعيلي. إيقاف محمد شكري جابر خليل لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بحصوله على الإنذار الثالث. إيقاف طاهر محمد أحمد طاهر لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. مباراة المصري ووادي دجلة إيقاف عمر ممدوح إبراهيم محمد الساعي لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة. إيقاف سيف محمد إبراهيم سليمان داوود مدرب مساعد فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. كنت أتمنى إدارة الزمالك تستغل فيديو المصارع الشهير أرتروس واللي نزل على صفحة الموقع الرسمي WWE لمنطقة الشرق الأوسط، والفيديو عمل ترافيك خيالي. أرتروس عنده قاعدة معجبين ومعجبات بالملايين عطفا على شعبيته الكبيرة في عالم المصارعة، ودي فرصة تسويقية من ألماظ حرفيا. ممثل عن النادي يتواصل معاه ويسافر له يقدم له قميص الفريق وعلم النادي، حاجة تبان بسيطة بس جوهرها ضخم وتأثيرها كبير ومفيد للزمالك تسويقيا. استغلوا الحاجات دي دعاية ببلاش. الرابطة غرمت المصري 100,000 جنيه بسبب السباب الجماهيري ضد حكم مباراة وادي دجلة. مجلس إدارة المصري من غير انتظار أصدر بيان برفض العقوبة، وقال إن جماهيره في الماتش ده كان قليلين ما تعدوش على صوابع الإيد، ده غير إن في أندية جماهيرية بتعمل أكتر من كده واللقطات بتكون مذاعة مش بيتم تغريمهم أو معاقبتهم. مجلس إدارة ذكر هيخاف من إيه، واخدين بالكم؟ الأسبوع اللي جاي إن شاء الله ممكن يتم الإعلان عن الأسبوع اللي بعده. المعلومة اللي عندي اعتبره الزمالك نجح في فك القيد. نادي الزمالك إلى الآن رافض خوض مباراة سيراميكا وإرسال خطاب لاتحاد الكرة والاستفسار عن اللائحة اللي استندوا عليها اللعب بدون جمهور وهذا التوقيت، وهدد بعدم خوض المباراة في هذا التوقيت. المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوار يرسل خطابا إلى الأمن الموافقة على زيادة عدد جمهور الزمالك لمباراة كايزر تشيفز. يا مسهل الحال يا رب، ربنا يصلح الحال كده ووفقنا في المباراة المصرية دي. إن شاء الله جمهور الزمالك هيكون عامل ملحمة إن شاء الله النهاردة. بقيادة الجنرال الصامد الزمالك يدخل معركة كايزر تشيفز بشعار لا وقت للتهاون. إن شاء الله النهاردة موعدنا مع مباراة مصرية في الكونفدرالية بين قلعتي البيضاء وكايزر تشيفز. هذه ليست مجرد مباراة بل هي تحدي يبرهن على شجاعة الزمالك وعزيمته الحديدية. ثقتنا كبيرة في الكابتن معتمد جمال، الراجل اللي بيبذل كل جهد لإيصال الفريق لأعلى مستوياته والشعور دائما بالأمان والقوة. يا كابتن معتمد نحن نساندك بالكامل ونتطلع لنتيجة تفرح الجماهير وتجعلنا نعيش لحظات الفخر، فنلعب مثل فرسان الزمالك ونجعل كل مشجع يشعر بالفخر. عواد سبب مشكلته مش بس لسانه، لا، عضو مجلس الإدارة وصحفي هم اللي بيواجهوه. حتى شعار تعبكم. حالة غضب كبيرة في النادي الأهلي بعد اللي حصل النهاردة من شركة العالمية العالمية اتحاد كانوا عاملين مسابقة لاختيار أفضل شعار لنادي عربي، وجابوا نجم الاتحاد أرتروس عشان يختار وحط قدامه شعار أشهر الأندية العربية. الأول أرتروس عمل مقارنة بين شعار الزمالك وشعار الأهلي وقال إن شعار الزمالك بيهدف لشيء مهم وحاجة لها معنى عكس شعار الأهلي اللي ملوش أي قيمة، واختار شعار الزمالك. وبعدين عمل مقارنة بين شعار الزمالك وشعار النصر السعودي وبرضه اختار شعار الزمالك. وآخر حاجة عمل مقارنة بين شعار الزمالك والترجي التونسي واختار شعار الزمالك. وقال الحقيقة شعار الزمالك لا يقارن بشعار أي نادي تاني لأنه شعار له هدف وبيرمز لشيء مهم، وشعار الزمالك اللي كسب في الآخر وهو ما سبب غضب كبير في قناة الأهلي وجماهير الأهلي.
الزمالك وكايزر chiefs منافس الجولة. الزمالك على موعد اليوم مع مباراة مصرية في البطولة الأهم في الموسم، وأهميتها الأولى بتيجي من عوائدها المالية المرتفعة مقارنة بباقي البطولات بنشارك فيها. مبلغ محترم ممكن يكون جزء من حل مشكلتك المالية وتاخد رواتب للعيبة، ودي رسالة للعيبة: اكسب مش عشان النادي بس ولا عشان الجماهير، لكن على الأقل عشان تدي مقابل اللي بتاخده. وأهميتها التانية بتيجي من إنها بطولة قارية بتعلي من شأن النادي على المستوى القاري وبتزود من رصيد بطولات. ندخل في المباراة على طول. الزمالك داخل المباراة ما عندوش غير سيناريو واحد هو الفوز إن شاء الله، فهو المطلب إنه ياخد المبادرة ويهاجم مستحوذ ويسجل، لكن مع ده كمان أنت مطالب ما تستقبلش أهداف، وكل ده معناه حاجة واحدة فقط: إنك تبص لنفسك فقط قبل ما تبص لنقاط قوة وضعف الخصم، لأنك مطالب تهاجم وتستحوذ وتسجل، وده أفضل توقيت ليه هو بداية الماتش. سيناريو الضغط العالي من بداية الماتش مهم جدا لاستغلال عامل الأرض والجمهور واستغلال رهبة وارتباك الخصم. الدقائق الأولى من المباراة مهمة جدا، يبقى توقيت مثالي بتحدد فيه اهتزاز ثقة الخصم في نفسه أو تدخله الجيم بإيدك. التوازن والحرص من عدم استقبال أهداف مهما مهم، لكن كل ده تقدير تعمله وانت بتضغط عالي او بتهاجم. تقدر تلعب بثلاثة في الخط الخلفي بانك توقف باك وتطير التاني، او توقف ديفندرين يأمنوا انطلاقات الباكين. بس الضغط العالي والهجوم بكثافة مهم جدا. انا بقى اخدك شوية تفاصيل مهمة جدا لازم الكابتن معتمد جمال يعملها النهاردة إن شاء الله. بقالي فترة كبيرة ما بتكلمش بشكل تفصيلي عن أفكار وأسلوب الزمالك تحت قيادة معتمد جمال عشان بس ما نكشفش أوراقنا. كابتن معتمد جمال للأسف ما عندوش غير محور هجومي واحد هو الاختراق من العمق. أيوة، نجحنا كتير في الاختراق من العمق وسجلنا أهداف كتير، لكن مش هتقدر تنجح في كل المباريات بالاعتماد على محور هجومي واحد. لازم يبقى عندك تعدد في محاور اللعب تحسبا لأي ظروف طارئة. الزمالك للأسف يمكن واحد من أسوأ الفرق اللي بتقدر تستخدم أطراف الملعب للهجوم والاختراق وإرسال العرضيات، وده ممكن يكون بسبب التحفظ اللي بيعمله كابتن معتمد بعدم زيادة الباكين الهجومية. طيب على الأقل وقف باك واعمل زيادة بالتاني. عارف اللي يزعل بقى من القصة دي إن ثلاثي خط الهجوم عدي ومنسي وشريف بروفيلات مهاجمين أصلا، ويقدروا يتعاملوا مع العرضيات والهيدرز والتمركز في الصندوق. فليه ما نستغلش ده باك هجومي يمولهم بالعرضيات دي، وتضيف محور ونمط ونمط هجومي جديد مع الاختراق من عمق الملعب إن شاء الله. النهاردة مطالبين نعمل أقصى ما في استطاعتنا ونقطة الهجوم من أطراف الملعب وإرسال العرضيات مع خصم دفاعه سيء في التعامل معهم مهم جدا. كمان البدايات والضغط العالي في الدقائق الأولى من المباراة مهم، وتقدر تستغل رغبتهم في صناعة الفرص كبيرة من أخطائهم في عمليات البناء تقدر تسجل منها بإذن الله. دول أكثر نقطتين لازم نشتغل عليهم في الماتش، والتالتة هي الكرات الثابتة واستغلال الونش وعبد المجيد. لكن إياك والتسرع أن ننزل من أول دقيقة ضاغطين بشراسة وعايزين نسجل بدري، لكن ما تنساش إن هدف واحد يكفي للفوز والتأهل إن شاء الله. تقدر تسجله في أي وقت. هدوء وثبات انفعالي والتركيز على استغلال أنصاف الفرص، وربنا كبير إن شاء الله. دمتم بخير أحبائي مشجع الملك العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة.